الناس ستقبل عليه. أما بالنسبة لأنني شيعي، أنا لست شيعي، أنا أهاجم الشيعة، وأنت كنت حاضر معي الجمعة الماضية وأنا أقول أهاجم الشيعة وأقول الشيعة تصرفات لهم تصرفات خاطئة ولهم خزعبلات ولهم مبالغات فإذا أنا لست. أما زواج المتعة التي كل واحد، زواج المتعة عند الإمام مالك حلال، الإمام مالك، عند أحمد بن حنبل في ابن القيم الجوزية في أعلام الموقعين أو في زاد المعاد وفي ابن كثير نقل عن أحمد بن حنبل كان يبيح زواج المتعة للضرورة. فهل كانوا شيعة؟ طيب ابن عباس كان يرى زواج المتعة حلال لحد ما مات. واحد يقول لك تراجع، ما تراجعش، وافتح فتح الباري لم يتراجع لحد ما مات. وبعدين سيدنا عمر في صحيح مسلم بيقول أيوة النبي أباحها وأنا بلغيها، في أي واحد يتجوز أنا هرجمه لو اتجوز متعة. إذا مرجعية زواج المتعة هي موجودة عند السنة، وأغلب الصحابة كانوا يرون المتعة حلال ومارسوا زواج المتعة حسب صحيح مسلم أكثر من 50 سنة بعد النبي. فهل كانوا شيعة؟ المسألة زواج المتعة لا أحد يجبر أحدا عن أن يتزوج متعة، هو نص مباح زي زواج المسيار، زواج العرفي. الناس حرة، عايزة واحدة ست بتقول لها أنا عايزة أتجوزك متعة مثلا بين البيع والشراء، يفتحها. الستات يقول لك وأين حق المرأة؟ هو في حد أجبرك؟ لماذا نحن نعطي المرأة حرية في أن تختار لنفسها ما تشاء؟ طبعا إذا كانت بالغة رشيدة، أما الصغيرة تحتاج إذن الولي. إذا بالغة رشيدة من حقها أن نحن نعطي المرأة حريتها، فتقول لا أنا لا أستطيع أن أمارس الحرية. ضعوا القانون ليحكم المسألة. يعني نحن بزواج المتعة نحن أحرار ونعطي المرأة حرية. فالمرأة تقول وأين حقوقنا؟ لماذا أنت لا تنتزعين حقوق؟ واحد أجي يقول لك أنا عايز أتجوزك متعة، قولي له لا. خايفة ليه؟ يبقى أنت ضعيفة. يبقى حين نبيح زواج المتعة الذي أباحه الله ورسوله هو من أجل تأصيل حرية المرأة في أن تختار لنفسها ما تشاء إذا كانت بالغة رشيدة.